صباح الخير على الحلوين. جاهزين بقى النهارده لبدايه يوم جديد ونرتب ونظبط يومنا مع بعض؟ لو مش جاهزين قوموا اعملوا اي حاجه تشربوها علشان نجهز مع بعض. هروح دلوقتي اعمل قهوتي علشان نفوق. دلوقتي الساعه 6 وانا صاحيه من الساعه 5. يلا بينا بقى نبتدي يومنا ونشوف هننظمه ازاي. جاهزين؟ يلا بينا. السما منظرها جميل. اول حاجه نروي المكان، وصباح الخير على الحلوين. محتاجين بقى النهارده نرتب الاهداف ونرتب اولوياتنا. عندنا شغل بدري فمش هلحق اعمل حاجه كتير في البيت، فعلشان كده اهم حاجه لازم اعملها هي الاكل. النهارده هناكل حواوشي، فيلا بينا بقى نجهز الحاجه بتاعته. واحنا بنجهز الحاجه بتاعته نعمل الفطار، لان انا تقريبا شبه مش شايفه، فانا بتكلم معاكم كده على اساس ان انتوا سامعيني، ولكن انا مش مستوعبه اي حاجه خالص. فانا لازم افوق الاول، لان زي ما انتوا شفتوا في الفيديو امبارح رجعت متاخر، نمت متاخر عن ميعاد نومي، وده هيخليني مش مركزه. فعلشان كده يلا نركز ونعمل القهوه. هيا بينا. فظيعه. ايه ده؟ استنى، انا عملت صفاره. استنى والله هي بتطلع تلقائي. انا بقالي سنين بحاول اجرب دي مش عارفه. لو سمحت، لو حد بيعرف يعمل الصفاره اللي هي دي يكتب لي طريقتها في الكومنتات، عشان انا ما بعرفش اعملها بصراحه. عايزه اما اجي اشم حاجه كده اعمل في هوا بقى بيطلع من هنا، في هوا مفيش صفاره. المهم انا جبت نوع قهوه جديد وهجربه. القهوه دي من مكان كبير قوي عندنا اسمه فيصل، لو تعرفوا في الجيزه. يعني مش عارفه انتوا مصريين اللي بتتفرجوا عليا كلكم ولا في ناس من بره، بس في محطه معينه كده انا عارفه بتوع فيصل هيقولوا لي عليها. لو في حد بيتفرج عليا من فيصل هيقول لي في محطه مخصوصه للبن ده، واحنا معديين رايحين جايين كده بنشم ريحته، فده منه. انا بقالي فتره بجرب بن حلو قوي من عندنا من مايو، جميل جدا. بس امبارح كنت هناك في مشوار، هحط معلقه وجبت البن ده، لان دايما كنت بشم ريحته زمان لما قعدت فتره في فيصل. وكمان ناس كتير قوي تشكر فيه، بس انا ما كنتش لسه بدات اشرب قهوه، لان انا ما شربتش قهوه غير على كبر. لما كبرت كانت ممنوعه عندنا في البيت. بابا الله يرحمه كان دايما بيمنع عننا القهوه والشاي والحاجات دي. دلوقتي بقى هحط ايه؟ انا حطيت معلقتين، هحط الميه حبه صغيرين واقلب. تحبوا الصوت ده ولا بيضايقكم؟ بصوا جوزي بيعملها كده. انا نفسي اتعلم قهوه جوزي، بس مش انا ما بعرفش كده، وبيقعد يقلب. بس انا يعني هو تحكم ايده غير تحكم ايدي. والله الرجاله دول لما بيعملوا حاجه بيعملوها حلوه قوي، عشان بيعملوها بمزاج. هبقى اقول له مره يعلمني انا وانتوا بيعملها ازاي. كل اللي دقها منه سواء من عندنا من العيله او بره بيحب قهوته جدا. انا قهوتي ما بالنسبه له ما تتشربش، فبس عايزي انا بحب القهوه اللي انا بعملها لنفسي. بحب انا اشرب الحاجات اللي ما تتشربش من ايدي عادي، يعني لازم نحب نفسنا كده. هكمل بقى باقي التقليب واروح احطها على النار واجي. هروح واجي لكم. هنفطر ايه بقى النهارده؟ بيض عصافير. هنعمل البيض الصغنطوطي ده، فيلا بينا نسلقه. ده بيض سمان يا جماعه، انا بهزر. بيض العصافير اكيد ازهر، فهنعمله ويلا بينا نفطر. عشان عامله لكم فيديو مهم جدا وعميق كده، وفيه معلومات عميقه للناس اللي بتحب العمق وبتحب المعلومات. هتلاقوه على قناه يلا نفكر مع اسماء حسين. هروح بقى افطر واعمل فطار واصور لكم الفيديو ونرجع. جاهزين بقى نجهز مكونات الوصفه. اول حاجه انا جهزتها البصل، ودلوقتي هجهز الفلفل الاخضر علشان نضرب كل ده مع بعض بالهاند بلندر، وبعد كده نشوف الخطوه اللي بعدها. جاهزين ولا مش جاهزين؟ ادي الفلفل هفتحه علشان اغسله طبعا. طبعا انتوا سامعين معايا صوت العربيات، يعني انا بفسحكم في البلكونه. نشوف بقى الثوم.
وكده بقى مرحله تجهيز الوصفه بتاعت النهارده خلصت. هروح بقى اصور لكم الوصفه نفسها وانزلها لكم، وبعد كده نروح نكمل يومنا علشان نشوف شغل النهارده هنعمل فيه ايه. جاهزين؟ يلا بينا، يلا بينا على الشغل. جاهزين؟ اكيد جاهزين. يلا. الناس هنا بتعمل حاجات، تعالوا نطلع. الحمد لله على سلامتنا، وصلنا الشغل. نروح بقى نشوف اللي ورانا وبعد كده نكمل يومنا. قولوا لي بقى انتوا لغايه دلوقتي وصلتوا في يومكم لايه وعملتوا ايه؟ اكتبوا لي في الكومنتات. اوكي؟ يلا تعالوا بقى نجهز لوكيشن التصوير مع بعض عشان احنا عندنا سيشن النهارده. ايه ده الدنيا ضلمت كده ليه؟ تعالوا. احنا هنصور هنا. هحط ادواتي كده وانا هقعد هنا، فخليكم بقى عشان نجهز الحاجه مع بعض. يلا بينا. كده جهزنا الماتيريال، نبتدي بقى نعمل اللوك. يلا بينا. ودلوقتي بقى انا خلصت لوك الميك اب. هنلبس الفستان ونشوف بقى احنا هنعمل ايه بعد ما نلبس الفستان وشكلي هيبقى ايه. ولو عايزين تشوفوا اللوك كامل هتلاقوه في صفحه الشغل بتاعت ميك اب ارتست اسماء حسين. ويلا بينا بقى نكمل بقيه الفلوج بتاع اليوم بتاعنا علشان نتحمس ونتحفز ونتسلى مع بعض. جاهزين؟ يلا بينا. خلصنا شغل، يلا نروح على البيت. يلا بينا.